السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الأهلي السعودي الراقي الملكي. 4 قرارات من وليد معاذ رئيس النادي الأهلي تنعش جماهير الأهلي وترد فيها الروح من جديد. احنا كده كده بنشجع ومش فارق معانا، لكن الأخبار المبهجة دي جات لنا من الراس الكبيرة رئيس النادي الاهلي، علشان الناس اللي عماله تزايد وتطلع اخبار غريبه مش عارف جايباها منين، وتقول اخبار فيها يأس وفيها احباط تخلي جماهير الاهلي حزينه اكتر ما هي حزينه. لا، نتوقف بقى عن نشر كل الكلام ده. الفتره الجايه مليانه بالاخبار المبهجه وب4 قرارات من وليد معاذ هنتكلم فيهم بالتفصيل، يخصوا مصير عمر السومة ومصير بيتسو موسيماني ومصير الاداره الحاليه. الاداره الحاليه هتروح لفين؟ هتكمل ولا مش هتكمل؟ وكمان موضوع التسجيل، هنسجل ولا مش هنسجل؟ اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة ويلا بينا ندخل في لب الموضوع على طول. اول حاجة هنتكلم فيها واتكلم فيها الكابتن وليد معاذ امبارح في اللقاء التلفزيوني اللي اغلبكم شافوا، لكن انا حبيت اجمع لك اهم التصريحات اللي تخص اهم القضايا. اول قضية هي قضية عمر السومة. ناس كتيرة قالت ان عمر السومة رحل للعربي القطري، وانا في عناوين كتيرة على القناة بتاعتي اكدت ان دي الخطوة الاقرب، دي الخطوة الأقرب، وجوه الفيديوهات عمال أقول إن عمر السومة مش هيكمل، ده من خلال تسريبات كتيرة جدا اتكلمنا عنها الفترة الأخيرة. لكن الكابتن وليد معاذ بيتكلم على الشكل الرسمي وعلى القرارات الرسمية، فهو بيؤكد انه لم يقرر حتى الان استمرار عمر السومة من عدمه، تمام؟ واذا ثبت لي ان عمر هو الخيار الامثل للنادي فسيبقى، واذا كنا قادرين على جلب الافضل فسيغادر. نفس الكلام اللي قلناه من فترة طويلة جدا واكدناه في القناة من فترة طويلة جدا. عمر السومة خيار موجود على الدكة، يعني من الاخر كده دور الكومبارس ده من وجهة نظري مش هيقبله فهيرحل. فكرة ان هو موجود، لو عرفنا نسجل هنجيب احسن منه وهيرحل، ولو ما عرفناش نسجل يبقى معانا خيار استراتيجي يبقى هو اللي موجود بقى، نعصر على نفسنا ليمونه وهو اللي موجود. ده تحليل الشخص للامر، لذلك عمر السومة مش هيقبل بهذا الكلام. طبعا الكابتن وليد معاذ طلع وقال ان الموضوع لم يحسم بشكل رسمي، لكن وجهة نظري ان هو مش مكمل، هيكمل مع العربي القطري لانه مش هيقبل بدور الكومبارس، او مش هيقبل يبقى مش مستقر، يا مكمل يا مش مكمل. خصوصا ان موضوع التسجيل وقرار منع التسجيل ده هنتكلم عنه بالتفصيل، طبعا لسه لم يحسم بشكل رسمي واحتمال يأخر للميعاد اللي انا هقول لك عليه خلال الفيديو، تمام؟ دي اول قضية اتكلم عنها الكابتن وليد معاذ اللي هي تخص الكابتن عمر السومة وبقائه او رحيله. تاني قضية اتكلم فيها الكابتن وليد معاذ وهي بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي، المدير الحالي للاهلي، واللي المفروض اغلب الاخبار والتسريبات والتلميحات اللي كانت على لسان موسيماني نفسه ان هو مش مكمل وان هو انهى المهمه بتاعته. لكن الكابتن وليد معاذ اكد حاجه مهمه جدا: بعد لقاء الحزم الاخير في الدوري، اخر مباراه، سنقرر حينها استمرار المدرب من عدمه، وبيتسو موسيماني قدم اداء جيد مع الفريق ولكن الطموح اكبر. في معلومتين في الموضوع ده، التصريح ده فيه معلومتين. اول معلومة ان القرار لسه لم يصدر بشكل رسمي من ادارة الاهلي، ولسه بيتفاوضوا بشأن بقاء او رحيل بيتسو موسيماني، وبعد مباراة الحزم هيتم الإعلان بشكل رسمي. والفكرة التانية إنه طموح الأهلي أكبر، يعني كده في تلميح من الكابتن وليد معاذ إن موسيماني مش مكمل. يبقى التسريبات الأخيرة كلها كانت حقيقية، إن بيتسو موسيماني مش هيكمل لأنه طموح الأهلي أكبر في الفترة القادمة، إن هو يعود للأمجاد مرة تانية ويعود لمكانه الطبيعي وسط الكبار في دوري المحترفين وينافس على كل البطولات ويطمح مرة تانية إنه يحقق الثلاثية اللي اتحققت في 2016. فده تاني موضوع اتكلم عنه الكابتن وليد معاذ في البرنامج امبارح وحسمه بشكل رسمي. ثالث موضوع وهو موضوع مهم جدا وهو يخص رئاسة النادي الأهلي في الفترة القادمة. أكد الكابتن وليد معاذ أنه لسه لم يحسم هذا الأمر بشكل رسمي مع نفسه، هل هيكمل ولا مش هيكمل. لكن الأكيد يا جماعة واللي أنا أأكده ليكم أن تيسير الجاسم أكيد مكمل.
يا اما نائبا للرئيس الجديد او القديم، يا اما رئيسا للنادي الاهلي. تيسير الجاسم اكيد مكمل ومستحيل يترك الاهلي الفتره القادمه، انما الكابتن وليد معاذ هو اعلن اهو بشكل رسمي في تصريحاته ان هو لسه ما حسمش الامر بالنسبه له. وطبعا الانتخابات الرئاسيه تاجلت، تم تاجيلها شهر لشهر يوليو. شهر يوليو يعني كانت المفروض الشهر القادم، بقت في الشهر اللي بعده. فمش عارفين حتى الآن مصير الكابتن وليد معاذ، لكن أتمنى الكابتن وليد معاذ يبقى في النادي. في المرحلة دي، في السنة، في الموسم ده، النادي الأهلي حقق أكتر من 50 بطولة يا جماعة، أكتر من 50 بطولة في الألعاب الرياضية المختلفة. الأهلي نادي، ودايما نادي، عمره ما كان فرقة. فلما تشوف ده ما تستغربش، لكن البطولات دي كانت غايبة عن الأهلي في آخر 5 سنين بسبب الإدارة والأخطاء الإدارية، وبسبب ماجد النفيعي اللي وليد معاذ حاش صورته أصلا من البطولات بتاعت النادي الأهلي، ومن النادي جوه اتحاشت صورته خالص. ليه؟ لأن ماجد النفيعي ما حققش حاجة، فكان حقه إن هو يعمل كده، حقه إن هو يشيل صورته من داخل جدران النادي وما يعلقهاش على أسوار النادي. منطقي جدا ان الكابتن وليد معاذ ما يعلنش دلوقتي مصيره، ما يعلنش اذا كان مكمل ولا لا، لكن من وجهة نظري ان شاء الله هيكمل. واتمنى جماهير الاهلي كلها تطلب ولو في انتخابات او حتى بالتزكية وبالتكليف من وزارة الرياضة. لو بالتكليف ماشي، سنة تانية ونشوف، لكن لو بالانتخابات فاتمنى من جماهير الاهلي كلها في ظهر وليد معاذ، وكلها في ظهر تيسير الجاسم. انا عارف ان الاصوات ممسوكة ومملوكة لكتير من الأسماء اللي جوه إدارة الأهلي أو كتير من الأعضاء. ماجد النفيعي ماسك برضو بعض الأصوات، وفي أسماء جوه ماسكة بعض الأصوات ممكن تكون ضد وليد معاذ وتيسير الجاسم، لكن جماهير الأهلي هي اللي ليها القرار. جماهير الأهلي هي اللي لازم تدعم الأهلي وتدعم إدارته الفترة القادمة، سواء بالتكليف من وزارة الرياضة أو حتى بالانتخابات الطبيعية جدا. تمام؟ ده بالنسبة للموضوع الثالث. الموضوع الرابع بقى والأهم، هو موضوع إمكانية تسجيل الأهلي. قال لك إيه بقى الكابتن وليد معاذ؟ المعلومات التي ظهرت بأن النادي لن يسجل غير صحيحة. ناس كتيرة قوي حسستنا بالاكتئاب وجابت لنا أمراض نفسية لما سمعنا أن الأهلي خلاص مش هيقدر يسجل والقرار غير قابل للاستئناف. وهات يا ابني الغطا بتاعك وتفني، هات صبارتين، صبارة هنا وصبارة هنا وتفني، الموضوع انتهى خلاص، الأهلي مش هيسجل. والكلام ده أنا ما صدقتوش من البداية، لأنه لم يذكر بشكل رسمي، وما سمعناش حد من الإدارة أعلن ده بشكل رسمي، لا على صفحة الأهلي ولا حتى في أي حتة، ولا مصدر أكيد، مصدر يأكد لك. فأنا ما كنتش مصدق الفكرة، لأن أندية كتيرة بتقع في المشاكل دي. كابتن وليد معاذ بيأكد لك إن الأهلي القرار لسه لم يحسم، وبيقول لك لو كان عندي شك 1% إن مشكلة عدم التسجيل لن تحل كنت استقلت أصلا من الإدارة، وأؤكد إن الأمور سوف تحل. وقرار منع التسجيل اللي طلع مش نهائي، موضوع التسجيل أؤكد للجمهور أنه سيحل بحول الله. وبيؤكد بناء على كل القرارات دي انه سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف هيكونوا متواجدين خلال معسكر الفريق القادم باذن الله. تمام؟ اخبار كلها ايجابيه، اخبار كلها تؤكد ان الاهلي ان شاء الله هيسجل في الصيفيه القادمه، ومش هيتم ايقافه او منعه من التسجيل. طبعا هو اتكلم في حاجات كتيره جدا وامور كتيره جدا، لكن انا نقيت اهم المواضيع اللي تشغلني كاهلاوي وتشغل كل الاهلاويه. ان شاء الله القادم اخضر، اهلاوي ملكي راقي. وان شاء الله انت تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.